صلى على النبي. الجزء الاول عرفنا ان اتلتيكو مدريد مظلوم اعلاميا، وجبت لك دلائل وحقائق وعرفتك بالظبط ايه اللي بيحصل مع اتلتيكو مدريد. الجزء الثاني باذن الله هقول لك النهارده بالاسماء والشركات والتصريحات فضايح اللي بيعملوها في اتلتيكو مدريد، مين اللي بيدفع ومين اللي بيحرك الموضوع. مش صدفه يا عزيزي، زي ما قلت لك في الجزء الاول، دي منظومه كامله هدفها واحد: اتلتيكو ما يفوزش. المتهم الاول جريده ماركا، اكبر جريده رياضيه في اسبانيا. تعرف مين صاحبها؟ مجموعه اسمها RCS ميديا جروب الايطاليه، مالكه 73% من ماركا. والمجموعة دي تبقى الراعي الرسمي لمين؟ الله ينور عليك، ريال مدريد. يعني الجريدة اللي المفروض بتنقل الأخبار بحياد بتقبض مرتبها من الريال. عشان كده دايما كذا تصريحات وكذا أخبار بتطلع من صحيفة ماركا عن أتلتيكو مدريد دايما بتبقى إن أتلتيكو وحش وأتلتيكو عنيف والسيميوني دفاعي، وأخبار سيئة عن أتلتيكو مدريد. إنما نروح للريال وأخبار الريال: الريال ساحر، الريال ملك، الريال عظيم، الريال جبار. رقم 2 قناة موفي ستار اللي معاها حقوق بس الليجا كلها. مدير العلاقات المؤسسية فيها مين؟ إيميليو بوتريجانو، أسطورة ريال مدريد، وكان مدير رياضي 10 سنين في ريال مدريد. الراجل ده هو اللي بيختار مين يطلع عندهم يحلل في الاستوديو ومين ما يطلعش. عمرك شفت محلل أتلتيكاوي ثابت دايما؟ لا طبعا، كلهم يا اما ريال مدريد يا اما برشلونة، ولما بنكسب بيجيبوا واحد يقولك فوز غير مستحق. رقم 3 خافير تيباس، رئيس رابطة الليجا. هتقول لي ايه ده؟ ماله؟ ايه العلاقة بين خافير تيباس بالكلام اللي انت بتقوله دلوقتي؟ هقول لك يا عزيزي وسيبني هقول لك. قال في تصريح في 2019 قال كده بالنص: اتمنى ريال مدريد يطلع ياخد الدوري. انت رئيس الليجا يا عم، انت بتقول ايه؟ ده غير قانوني. عمل برضو حاجة غريبة جدا جدا جدا، وايه هي؟ ان هو غير قانون اللعب المالي المطاط عشان الريال يصرف مليار عادي وبرشلونة يسجل لعيبة وهو مديون عادي. انما يجي عند اتلتيكو مدريد يقول له انا هدفع 50 مليون في لعيب وعايز اسجله، يقول لك لا، مخالف، لازم تبيع اي حد من عندك حتى ولو نجم من نجوم عشان تسجل اللعيب اللي هتشتريه. طبعا انت هتقول لي انا مش مصدقك. مش مصدق؟ افتح موقع ميديا بيس اسبان، الارقام هناك بتوضح لك كوارث حرفيا. بتقول لك ان 70% من اخبار اتلتيكو مدريد في ماركا سلبية، قصاد 15% بس لريال مدريد. افتح طيب تويتر، شوف اي ماتش لاتلتيكو مدريد بنكسبه هتلاقي هاشتاج ترند لاتلتيكو مدريد، بس مش بالخير، لا بالشتايم. مين بيمول الحملات دي؟ شركات دعاية متعاقدة مع نفس الجرايد. دي مش صحافة، دي حرب ممنهجة. عرفت ليه بنتظلم؟ عشان احنا الخطر الحقيقي على احتكار الريال وبرشلونة. عايز الجزء الثالث عن ازاي بنكسبهم رغم كل الصعوبات دي ورغم كل الظروف دي؟ اكتب في الكومنتات. الجزء الاول فرقع، الجزء الثاني هيولعها اكتر. وبأتلتي الاتلتي دائما وابدا، وسلام.